السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة: مش عايزك تتعب نفسك وتقعد تدور وتقول يا ترى الفلان ولا علان من أنهي شخصيات، هل من الشخصيات الإيجابية ولا السلبية؟ وحتى إنك أنت تدور على إنك أنت تحلل نفسك وتقول هل أنا من الشخصيات السلبية الوحشة ولا الشخصيات الإيجابية الكويسة. أنا جايب لك معيار مهم جدا، من خلاله تقدر تقول هل الناس اللي موجودة حواليك دي ناس فعلا اللي بتقوله على لسانها واللي ظاهر براها هو اللي جواها ولا لا. ونفس الكلام بالنسبة لك انت. المعيار بتاعنا هو انك انت من خلال رد الفعل عند الخصومة وعند الاختلاف وعند الزعل. لما اي اتنين بيزعلوا مع بعض او بيختلفوا او بيوصل الموضوع ان هو يوصل للخصومة، رد الفعل هنا بيحدد الشخصية، سواء كانت ايجابية كويسة او سلبية مش كويسة. طب ايه اللي بيحصل عندي؟ حاجتين من رد الفعل بيحصل. اول حاجة للشخصية الايجابية ان هو اخره ان هو يزعق ويتنرفز وياخد بعضه وينسحب بهدوء ويمشي لما بيحس ان هو غير مرغوب فيه، او ان هو بيتضايق او فبياخد جنب مش عايز يتكلم او مش قابل ان هو يتكلم. في اخره ان هو بيسكت وبيحط جواه وبياخد جنب منك. ده رد الفعل الناس الإيجابية، الناس اللي فعلا بتحمل مشاعر كويسة جواها زي ما بتقولك براها. أما رد الفعل التاني بيبقى رد عنيف قوي للناس السلبية. إيه هو الرد؟ إن هو بتلاقي ده في نرفزة وفي إهانة، تجريح وتقليل. وتلاقي الرد مع الإهانة والتجريح والتقليل بتلاقي إن هو بيستغل كل أسرارك ضدك، وبيعمل إن هو يشوه سمعتك، إن هو في الآخر فجر في الخصومة، هو بيفجر في الخصومة. ودايما هتلاقي حتى لو انت حصل موضوع مرة واتنين، هتلاقي مع كل مرة الكلام بيختلف. يعني الاسطوانة اللي بتتقال بتختلف كل مرة، بيكون في جديد، مش بتكون متكررة. فعلا متأكد تماما ان الناس دي المشاعر اللي بتحملها جواها سيئة جدا ووحشة جدا، مش زي اللي هي بتقوله واللي ظاهر براها. فالناس دي يعني احذر منها، والافضل انك انت تنسحب وتقول لها باي باي. فده المعيار العملي وفعلا الجاد اللي من خلاله تقدر تقول الشخصية دي ايجابية كويسة او الشخصية دي سلبية مش كويسة، سواء ليك او لكل اللي حواليك. اشوفكم على خير في رسالة من رسائل احمد الغني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.